من بعد المستوى العالي والعالمية اللي وصلوا ليها في مونديال قطر، اليوم كنشوفوهم في الهاوي. حكيم زياش وأناحي اللي تفرقعوا في مونديال قطر، اللاعبين الخرافيين اللي كلشي رجعهم وينتقلوا لواحد الانديه اللي كبيره وكبيره بزاف، والمغاربه كلهم كانوا مامنين بهذا الشيء. كاين اللي قال برشلونه، كاين اللي قال ليفربول، كاين اللي قال ارسنال، وكاين اللي قال حتى ريال مدريد. ولكن للاسف فرمشات عين هاد اللاعبين كيطفاو والمستوى ديالهم كيبهات. اشنو السبب والسر وراء هذا الشيء كامل؟ وهذا الشيء اللي غنعرفوه في هذا الفيديو وبالمختصر المفيد، وغنشرحوه وغنبسطوه وبالخشيبات. وما تنساش تخلي الاشتراك ديالك في هذه القناه وتشاركنا الراي ديالك فاش تكمل الفيديو. يلاه مشينا. وبدايه غنبداو بحكيم زياش، اللاعب الاسطوري الخرافي معشوق الجماهير المغربيه، اللاعب اللي كان عنده امكانيات ومستوى الكبير، عنده يسرى هائله، اهداف ديالو خياليه. لما مركاش البيت من خارج الكاري ما كيتسماش راه بيت. فين هو حكيم زياش اللي تجاهلو وليد الركراكي وما بقاش كينادي عليه المنتخب الوطني، واخا هو عنده مستوى ومؤهلات تخليه يلعب في المنتخب الوطني ويشارك في هذا كاس افريقيا. وللاسف بزاف ديال الانديه ما بقاتش باغاه، خصوصا انه كان قريب ينتقل للدور الايطالي فريق بولونيا او لا اتلانتا الايطالي اللي كانوا باغيين يتعاقدوا معاه، ولكن فرمشات عين تجاهلوه بتاتا وسدوا الموضوع نهائيا. واللاعب الان بلا نادي، راه مده وهو ما كيلعب.